من بعد ما الراجا فسخات العقد ديال حسين كيتأكد رسميا بأن الراجا فشلات باش تجيب تسعود أو رأس حربة صريح. حتى التعاقد مع حسين يمكن تعطلت الراجا بزاف، وهذا التأخر خلانا نظنوا بأن الراجا غادي تجيب واحد اللاعب من طراز الرفيق، لكن في اللحظة ديال الإعلان والتوقيع ديال اللاعب وملي عرفنا بأن اللاعب من الامارات ذو اصول عراقيه، يمكن جميع الرجاويين كانوا عارفين بانه ما غاديش، لكن مع مرور الوقت فعلا تاكدوا الرجاويين بانهم فعلا كانوا على حق. ايمن حسين يقدر يكون مزيان في الامارات، في الكويت، العراق، لكن مع الراجل لا. علاش؟ لان الراجا كتلعب في الضغط، وهادشي اللي شفناه وتاكدنا منه. فمن بعد مع الراجا في الضغط، ماشي انه ما بقاش كيماركي، انه ما بقاش عارف تيشد كوره، هادشي اللي غادي يخليه يفكر بانه يزيد بحالاته ملي جا اول عرض من الفريق العراقي فما زقلوش. اذا السؤال اللي كطرح على اي رجاوي، شكون هو هذا العالم اللي قال بانه حسين غادي ينجح في الرجاء وانه مهاجم من طراز الرفيق؟ دابا المشكل انه راه ماشي ان اللاعب ما صدقش، دابا المشكل هو انه ضيعنا في واحد وضيعنا في انتداب هكاك. اذا الاسباب اللي غادي تخلينا ان مهاجم ما غاديش ينجح في الرجاء وقبل منه اكسيل، كاين بزاف ديال الاسباب. السبب الاول هو انه ممكن الرجاء كتعتمد على بعض اللعابه انها تشوف لي فيديو، وهذه راه ماشي مشكله، وهذه راه معضله، لانه لا يمكن انك تحكم على اللاعب من خلال الفيديو، لان الفيديو فقط كيعطيك الايجابيات ديال اللاعب، ولكن راه ما كيعطيكش الحوايج الخايبين اللي كاينه في اللاعب. هذا افتراض، لكن انا متاكد بانه صحيح. علاش؟ لانه بزاف ديال اللاعبين وقع لهم نفس المشكل ملي كنشوفهم في الفيديو اللي كيتلاعبوا، كيبان لك اللاعب بانه راه فين يبان قدامه نيمار، لكن ملي كيجينا كنلقاو انه فقط كيشبه مومي. اذا اي لاعب او بعض اللاعبين ملي كتجيبهم من الرجاء ما كينجحوش، فعرف انهم فقط شافوا في لي فيديو لا غير. اما الفرق الكبار واللي عندهم اداره تقنيه ديال بصح، راه ما كيتفرجش في لي فيديو. مثلا نعطيك العيال الاماراتي ملي بغاو يجيبوا الرحيمي، راه ماشي شافوه في لي فيديو، الناس جاو هنا وتفرجوا فيه تقريبا العام هما مراقبينه، وملي اقتنعوا به وداو كان عارفين وغادي ينجح، ماشي تما غيجربوه والنتيجه راه امامكم. نعطيك واحد المثال اخر ثاني بالنسبه لبدر بانو ملي بغا تجيبوا الالي، تقريبا الاداره اللي اهلي كانت صرحت بذلك بان 7 ديال الشهور هما مراقبينه. حنا ما غاديش نحملوا المسؤوليه كامله الاداره اللي كاينه دابا، لكن هذا المشكل كان قبل وكان ولكن نفس الاخطاء كتعاود، واللي كيخلي يطيحوا في هذه الاخطاء هو كاين التسرع زائد. ثاني كاين ارضاء الجماهير، وهذا راه مشكل ثاني. والانتداب اللي كيكون مزيان ماشي هو وقت الانتقالات الشتويه ولا الصيفيه. الانتداب مزيان هو ان مثلا الفريق يكون منتدب قبل واحد 6 شهور ولا 7، لكن غالبا الرجاء ما كتعتمدش على اداره تقنيه في الانتدابات. نفس الشيء وقع هذا العام ثاني، يمكن جا مدرب لاعبين من بعد عاد تجي اداره تقنيه. اذا ملي مشى ايمن حسين يمكن دابا عاد غتبدا الخدمه ديال الاداره التقنيه باش تقلب على العاب في الانتقالات الشتويه. والمشكل اللي كاين هو ان في الانتقالات الشتويه راك عارف راه كيبقاو غير السياطه، يمكن كاع اللاعبين مزيانين كيمشيو في الانتقالات الصيفيه. الحاجه المزيانه والايجابيه هو ان الاداره التقنيه عندها الوقت الكافي باش تحط واحد 4 لعابه في الاخر، على الاقل يخرجوا لنا واحد لاعب ولا جوج مزيانين نستافدوا منهم. واخا كيضرني خاطري انه لا يمكن الرجاء ومدرسه الرجاء وما تعطيناش تسعود، راه ماشي مشكله، اشكال كبير والله. دابا اي واحد سولتي قلتي لي على تسعود الراجل اللي كان مزيان غيجبد لك مورونغو. عرفت شنو الفتره ما بين مورونغو ودابا وما لقيناش لاعب قبل من مورونغو. عرفتي ما بين مورونغو وكان الساعه محسن ياسر، عرفتي بيناتهم شحال جربنا ما واحد وما صدقش. المشكل في كاين انه ماشي ما عندناش مدرسه وما عندناش لاعبين، المشكل انه مشكل ديال المؤطرين. في واحد الوقت الرجاء راه كانت من احسن المدارس في التكوين في الفتره ديال السفري وباصير، انه لا يمكن تخيل باقي دابا شي لاعب تقريبا غادي يحترف في الدوري الانجليزي. هذا الكلام ديالي غادي ياكدوا واحد المره اوسكار ملي كان جا الرجاء وضرب فيه واحد الفتره وقع لهم ان المؤطرين والتكوين ديال الرجاء احسن من بزاف ديال الفرق في الارجنتين. ولا قارنتي لي الحقبه اللي كانت مع السفري ولا السفري بالاخص، فلا مجال للمقارنه مع اللعابه اللي كاينين دابا. غتقول لي يمكن الرجاء عطات مثلا بانون الرحيمي، خصك تعرف بان الرحيمي راه تقريبا مجهود فردي. اما النموذج ديال التكوين تقريبا الا خديتي مذكور خديتي الهبطي، فراه كتجي تشوف بانه كتلقى تكوين فيه. دابا حال الوقت وذلك بوجود الاكاديميه اننا خصنا الرجاء تعطي لعابه بمستوى وغادي تستافد منهم الرجاء لا تقنيا لا ماديا. هذا ميساج الاداره التقنيه وبالاخص مديح، لاننا فعلا بغينا نشوفوا اللعابه ولاد الرجاء وكوره، ولنا كامل الثقه في رئيس الفريق من اجل اصلاح الاخطاء والاستفاده منها
وعودة الفريق للمكان ديالو الأصلي. غدا الفريق غادي يستأنف المباريات ديالو وغادي يدخل تطوان. الماتش غيتلعب غدا مع 8 الماتش ديال غدا غير قابل للقسم على جوج. الماتش ديال غدا خص يكون فيه انتصار ولا خيار ثاني، لأننا ضيعنا نقاط بزاف وخصوصا الماتش ديال الحسنية. هذا الماتش اللي بقى فيها بزاف لأنه لا يمكن بالمستوى ديال الحسنية وما تربحش. الاخر ديال الحسنية ملي لعبت مع المحمدية وغادي تخسر ب3-1 كيأكد داير ان الرجاء ما خاصهاش تبقى تستهون مع اي فريق، لان اي فريق يلعب مع الرجاء راه كيوجد ليه 1000 حساب.